الغربية تسير نحو الأفضل في إطار رؤية متكاملة تقوم على التخطيط الاستراتيجي والعمل التنفيذي المنضبط. تواصل محافظة الغربية ترسيخ نموذج إداري يرتكز على الكفاءة وتسريع وتيرة الإنجاز وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومن خلال منهجية عمل تعتمد على المتابعة الميدانية والحوكمة والاستجابة الفعالة لاحتياجات أهالينا. بمحافظة الغربية تتحرك الأجهزة التنفيذية بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج ملموسة تعكس تحول حقيقي في مستوى الخدمات والبنية التحتية وجودة الحياة. ونضع بين أيديكم الحصاد الأسبوعي للمحافظة توثيقاً لجهود متواصلة ورسالة شفافة تؤكد أن العمل يجري وفق رؤية واضحة وأهداف محددة ومعايير أداء قابلة للقياس. وصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية خلال الأسبوع جولته الميدانية المكثفة وحضور فعاليات خدمية متنوعة وتحت عنوان الصحة أولاً. عكس هذا الأسبوع اهتمام المحافظ بتقديم الخدمة الطبية بالمجان بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة على مدار 5 أيام، بدأت من قرية شقرف مركز طنطا وسط إقبال كبير من المواطنين، والتي ضمت 14 عيادة متنقلة قدمت خدمات طبية متكاملة بالمجان. كما تفقد المحافظ القافلة الطبية المجانية بقرية بنا أبو صير والتي قدمت خدمات طبية متكاملة وصرف علاج بالمجان، إلى جانب تفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بالقرية الحاصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مشيدا بمستوى التجهيزات والخدمات المقدمة. كما تابع القافلة الطبية المجانية بقرية دهتورة مركز زفتة وسط سعادة كبيرة من الأهالي في ظل تقديم خدمات علاجية متكاملة بالمجان ضمن جهود الدولة للوصول بالخدمة الطبية لكافة القرى. وفي قطاع التعليم تفقد المحافظ معرض مخرجات التعليم الفني بمشاركة 110 طالبا من 109 مدرسة، وشهد ختام الأنشطة الرياضية وسط إشادة واسعة بالمواهب الشابة، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للطلاب وتنمية مهاراتهم. كما شارك المحافظ في الملتقى التوظيفي الرابع والمعرض السنوي لمشروعات ومنتجات طلاب جامعة سمنود التكنولوجية في إطار دعم الشباب وربط التعليم بسوق العمل. وفي إطار الاهتمام بالمعالم التاريخية تفقد المحافظ قناطر دهتورة بزفتة والتي تعد تحفة هندسية عمرها 123 عاما، فرع دمياط وأحد أبرز معالم المحافظة. ومع بداية موسم الحصاد أطلق المحافظ موسم حصاد القمح من مركز زفتة، مؤكدا أن ما يتحقق اليوم من ثمرة جهد وعمل متواصل من المزارعين وأجهزة الدولة. وشهد هذا الأسبوع عدد من اللقاءات حيث استقبل المحافظ وزير الأوقاف في مستهل زيارته لعروس الدلتا، حيث أشاد ببرنامج دولة التلاوة ودوره في إعداد جيل متميز من القراء بما يعزز القيم الدينية الوسطية. كما استقبل وفد اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، وتابع انطلاق القوافل الطبية المجانية داخل مركز سمنود وزفتة. وفي إطار التفاعل المباشر مع المواطنين وصل المحافظ عقد لقاء المواطنين الأسبوعي تحت سياسة الباب مفتوح، حيث تم اتخاذ قرارات فورية وحلول عاجلة على أرض الواقع للشكاوى المعروضة. كما وصل المحافظ اللقاء الأسبوعي مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشكلات الدوائر ووضع خطة متكاملة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات. في قطاع البنية التحتية تابع المحافظ أعمال رصف طريق محلة زياد كفر الصارم بمركز سمنود ضمن الخطة الاستثمارية لتحسين شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين. كما أشاد بمنتجات وحدة أيادي مصر خلال مشاركة المحافظة في معرض 6 أكتوبر للحرف التراثية، والتي شهدت إقبالا كبيرا على المنتجات اليدوية والمشروعات متناهية الصغر. وفي إطار المتابعة اليومية وصل المحافظ متابعته من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على تنفيذ حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال العامة. واستمرارا لجهود ضبط الأسواق وصل المحافظ المرور الميداني على أسواق اليوم الواحد، حيث تفقد سوق اليوم الواحد بمدينة المحلة الكبرى وسط توافد كبير من الأهالي، حيث وصلت التخفيضات إلى 30% في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتابع المحافظ تنفيذ الحملات التموينية المكثفة على المخابز التي أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك بمدينة المحلة وكفر الزيات وبسيون والسلطة، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وسجائر مهربة، إلى جانب إحباط محاولة تهريب 9 أطنان من الدقيق المدعم قبل طرحها في السوق السوداء. كما تم ضبط 962 عبوة غذائية منتهية و311 علبة سجائر مهربة وطن مخللات ببسيون.
وتحرير 23 محضرا لعدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى ضبط 2186 عبوة غذائية فاسدة و5 أطنان زيت هالك و24 اسطوانة غاز خلال 24 ساعة. وفي قطاع النظافة تابع المحافظ حملات إزالة بؤر تجمعات القمامة، حيث تم رفع أكثر من 1327 طن مخلفات بالمراكز والمدن، مع توجيه مكثف لإزالة التراكمات بمصنع دفرة، حيث تم رفع أكثر من 3544 طن مخلفات، مع استمرار العمل حتى الانتهاء الكامل. وفي قطاع الطب البيطري تابع المحافظ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، حيث تم تحصين ما يزيد عن 185 ألف حيوان بنسبة تغطية بلغت 103%. تشهد محافظة الغربية مرحلة جديدة ترتكز على وضوح الرؤية وسرعة التحرك والانضباط في الأداء. إيقاع العمل يتصاعد ومنظومة التنفيذ تتحرك بثبات نحو ترسيخ معايير أكثر كفاءة وفاعلية. ما يجري اليوم هو تأسيس لواقع مختلف، واقع يقوم على المتابعة الميدانية والحسم في القرار والعمل بروح الفريق. جهود مستمرة وعمل لا يتوقف. طموح الغربية أكبر من أي تحدي.